اهلا بيكم رزيعه في اخر حلقات رزع افريقيا بعد خروج المنتخب المصري امام السنغال لثالث مره على التوالت. ابو السنغال يا شيخ على اللي جاب مني يا شيخ، على ده منتخب. حاولت اهدى، حاولت اخد نفسي كده بعد الرياكشن اللي ينزل بكره ان شاء الله، ومش عارف اغير رايي. الحقيقه مش عارف اغير رايي من فكره عدم الرضا على المستوى اللي اتقدم النهارده في ايد، وايد تانية بتقول لي يا ماوريسيو ده انت قبل البطوله كنت بتحلم توصل للسيمي فاينل، وقلت ان ده يبقى تارجت اتحقق لحسام حسن ويستحق ان احنا نكمل بيه لكاس العالم. بقول لك الاتنين ما زلت على رأيي فيهم. انا راضي جدا بوصول المنتخب المصري للسيمي فاينل. لو هديت وطلعت بره الماتش ده تماما كده وبصيت على البطولة بظروفها، باللي اتقدم قبل البطولة، بالكلام، بالتشاؤم، بتصريح حسام حسن للجمهور المصري، بالحالة دي كلها، انا كنت هبقى مرضي جدا ان انا اوصل المربع الذهبي. شوف بقى قصة الثالث والرابع اللي ما تهمنيش شخصيا، ولكن لو حققت مركز ثالث ولا حاجة فاظن ان يبقى الموضوع مرضي جدا بناء على توقعاتك وبناء على الاداء اللي اتقدم، بناء على الرحله تدريجيا. وكلامنا كان ايام حلو وكان ايام وحش وكان ايام بنشرح فيها احنا محتاجين نحسن ايه، ولكن بعد البطوله عشان نبقى صراحه كلام هيبتدي يتفسر بقى على مهلنا، عشان خلاص لو كنا فيها سنة تشجيع وفيها سنة ايمان ان احنا نبقى نتكلم بعد البطوله ومش نفاق على قد ما هو انت بتبقى خلاص مع المنتخب بتشجع واحنا وراكم، ولكن في كلام محتاج ان احنا نتكلم فيه. النهارده ماتش السنغال يا جماعه، الناس متضايقه، الناس حقها تتضايق جدا جدا، ومش بننسى اللي فات ومش بننسى ماتش كوت ديفوار، وما بناش بنقول ان اللعيبه ما قدمتش حاجه على مدار البطوله، ولكن النهارده في الموقع اللي انت فيه باللي اتقدم على مدار 90 دقيقه، لا ده يخلي الشعب المصري يتضايق. ما انت في الاخر مع احترامي لاي دوله صغيره، بنين مثلا، انت مش المنتخب البنيني عشان العب ماتش زي ده قدام السنغال. ما هو برضه يا جماعه انت لو عايز تخسر ما كنتش هتطلع بالشكل ده، لو عايز تستفز الناس ما كنتش هتفضل بالشكل ده 90 دقيقه. برضه الناس من حقها تقول ما انا يا جماعه مش بنلعب ب 11 لاعب كتع، ما احنا برضه منتخب مصر وفي اسامي وفي نجوم وفي ناس عارفه تقف على رجليها شويه، ووقفوا على رجليهم في ماتش كوت ديفوار. ولكن الفرق اللي النهارده انت ما كنتش مستعد للسنغال. انا ما اعرفش والله، وقلت لك من الاول انا مش محلل، فمش عارف اوصف هل ده عدم ثقه في الاداء بتاعك كلاعب مصري ممكن تعرف تلعب كورتين ثلاثه، مش مجرد ان انا هقف ادافع. ودي نقره ودي نقره، بس عشان اللي متضايق من فكره اداء حسام حسن الدفاعي هنتكلم عليها. بس انا النهارده بتكلم على تفاهات بس كده في الاول مضايقاني. فكره ان انا مش عارف اطلع بالكوره، فكره ان انا مش عارف استلم، فكره ان مفيش ولا لاعب عارف يعمل باصتين ثلاثه. مش عارفين يا جماعه، ده احنا عيب منتخب مصر، عيب. انا مش بقول لك ان انا عايز اكسب السنغال ثلاثه، لكن عايز اطلع بالكوره، عايز اقف على الكوره لما اقعد ادافع ولما يجي لي الكوره اعرف اقف بقى، اعرف بقى اخد نفسي كده زي الفرق الدفاعيه اللي بنشوفها، بيرنلي بقى والفرق السخيفه واتلتيكو مدريد والمدارس الدفاعيه الجميله اللي عدينا بيها عبر الزمن بيعرفوا يقفوا. بيبقى فكره ان انا بدافع بس في فعل، بلعب على الهجمه المرتده اللي ببني عليه، بلعب على ركنيات، بشوط من بره، بعمل حاجه. لكن اللي حصل ده لا، النهارده قرف يضايق، قرف محبط جدا ان انا مستسلم، تعالى موتني. ولو قدر ولطف وصبرت لحد الدقيقة 120 والشناوي تألق بإذن الله وصد بقى ضربات الجزاء وعليه خير واحنا ما ضيعناش، نوصل النهائي. وده مش حقك، وده مش عدل الكوره. يعني في من المرات اللي السنغال ترعيتنا فيها انت كنت في ايام كنت احسن، في ايام كانوا هم احسن. النهارده انت من لا تستحق. السنغال منتخب يستحق يوصل باللي قدمه النهارده. واحد بيشوط شايط مش عارف بتاع 10 كور على، او النبي هات لي الاحصائيات يا عم حازم عشان بس ايه اقرا كام شوطه اتشاطت. انا متاكد مش اقل من 8 9 شوطه اتشاطت عليك النهارده، في مقابل ايه؟ شوطه واحده يا مؤمن في الدقيقه حاجه و90. شوطه واحده، مش بقول لك انت شوطه عامه اتشاطت من المنتخب المصري في نصف النهائي، بشوط شوطه واحده. ما هو ده يا جماعه يستفز الواحد، ما هو ده يا جماعه اللي يطلع شعور الواحد من ان انا مش بتفرج على منتخب برضه قليل. ما هو مش كده،
بص الاحصائيات، بص على منتخب بتلعب قصاده بتحسسني ان انا برضو بلاعب ايه، ريال مدريد. ما انا مش بلعب بقى السنغال برضو، ما هم السنغال وانا مصر. ما لعبتش في قصاد السيتي برايم جوارديولا، ولا انا بلعب قصاد مانشستر يونايتد مع بلعب السنغال. فقدام السنغال يتشوط عليا 12 شوطه، اشوط انا 3. انا ما اعرفش الثلاثه دول جم منين، انا مش فاكر غير شوطه الحقيقه. ما اعرفش بقى حسب الكور اللي مندي بيطلع يجيبها بايده يمكن، ولكن انا شفت شوطه واحده على المرمى. وانت في اخر الثواني بتتكلم على الركنيات، 6 ركنيات، انت جايب ركنيه واحده. بتتكلم على الباصات 534 قصاد 300 باصه ما بتجمعش، هم باصاتهم بتجمع وبيروحوا في استحواذ. انت ولا حاجه في البلاصي النهارده، واقف ما بتعملش اي حاجه. فدي احصائيات فرقه عايزه تكسب ولا عايزه تلعب باداء دفاعي. ما اعترضناش على فكره كلنا وطلعنا سقفنا لك لما لعبت باداء دفاعي قصاد كوت ديفوار، بس ده اداء وكان في تنفيذ حاجه بتطلع بيها ازاي، وفي كيمياء، وفي بتلعب على سرعات مرموش ضد المدافع بتاعهم البطيء اللي بيغلط، وبتلعب على افكار معينه اتقدمت وركنيات وحاجات. حسيت ان في خطه ان انا هعرف اسجل واكسب، وكنت موفق طبعا انك سجلت من الكور القليله اللي رحت بيها. بس كان في حاجه النهارده اذكى بكتير منتخب السنغال من كوت ديفوار، فحطك في موقف انا مش عارف اعمل ايه. انا واقف كده اهو مستني اي حاجه تيجي، والحقيقه ان انت كنت ناجح برضه، عشان اقول حق كلام يعني اللي شفته، ان انت كنت ناجح ان انت تبعدهم عن الخطوره. كنت عندك مشكله في الطلوع بالكوره، عندك مشكله انك مستحيل لو لعبت كده مش 120 دقيقه 3 ايام ما هتروح تجيب جون، بس انت كنت قافل الى ان مرحله الكوره اللي راحت على الشناوي، والكوره اللي وصلت على المرمى، وكان حلها الوحيد وهتتفرجوا على رياكشناتنا ان حد من المدافعين يشيلها، ولكن انها تروح هي خلاص في المرمى. وده اتكلمنا عليه كتير وقلنا ان الشناوي، واتكلمنا قد ايه ومجدنا فيه، واحنا ما بنخافش من حد ولا لينا حاجه عند حد، بنتكلم على الحلو وبنتكلم على الوحش. يا ما اتكلمنا على قد ايه الراجل ده الشناوي ده شالنا في ايامه، وقلنا وجينا ورحنا وافريقيا ومنتخب مصر وادينا له حقه. بقاله فتره غايب، بقاله فتره ما ينفعش يكون موجود كحارس منتخب مصر. والحقيقه انت برضه عمال تفكر كده، هو انا لو مكان الراجل ده هعمل ايه؟ طب ما انا هقف يا جماعه، ما دي خلاص قدراتي، وكله عارف ان انا راجل كبرت جدا في السن وقدمت البرايم بتاعي وخلصت، وكان المفروض اتبدل من بدري بقى عشان نقعد نرجع للملف ده للاهلي بصراحه، اللي مش هتتشايل بس ايه للشناوي اللي ملوش، اللي اخر واحد ممكن اشيله الليله دي بصراحه حق الله يعني، لان انا واحد مفروض مطلوب مني ان انا اقف جون. طب انا هقف جون يا جماعه، انا ذنبي ايه؟ ما انتوا شفتوني مره واثنين وثلاثه وبغلط وبروح وباجي ومفيش حد ولا بتغير في الاهلي، فانا الحارس الاول للنادي الاهلي وانا الحارس الاول لمنتخب مصر، اؤمر. ولكن عايز اسال حسام حسن اللي ما خدش ريسك مع واحد زي الشناوي، التاني واحد زي شوبير الراجل اللي كسب الاهلي افريقيا ولعب معاهم ومصغر، يعني مش بكلمك في برضه حارس عنده 17 سنه، خلاص ده حارس اتجرب ووقف وشفناه وعنده خبره، وجيرونا كانت عايزاه بره وكان في عروض، فليه ده ما يتجربش؟ طب ليه ما تاخدش الراجل الدولي اللي كسب بيراميدز كل حاجه ولعب افريقيا ولعب كاس عالم للانديه؟ هنفضل لحد امتى مع الشناوي ونلوم الشناوي في الاخر؟ ونلوم، لا انا ارجع الوم كابتن الاهلي اللي لسه موجود مع الشناوي ومثبته ولسه بندي ده؟ الكلام ده سابق عصره، كان المفروض من 3 سنين كنا يا جماعه خلاص حصل التطور الطبيعي. ما هو النهارده صلاح اهو بنشوفه ومفيش بقى ايه اظن اكبر واهم من صلاح. هل صلاح الراجل ما كبرش؟ كبر، اي نعم مفيش حد يعرف يلعب على صلاح دلوقتي، ولكن قدام ما هو مش هيفضل نلعبه لحد 40 سنه، طبيعي هيطلع عندنا وينجر، هنبتدي يحصل الحاله الطبيعيه بتاعه الكون، ان الحاجه بيحصل لها تطور طبيعي جدا، والناس بتكبر والناس بتعجز والناس تيجي صغيره تلعب مكانها، لكن هنفضل ماشيين كده؟ ده مش عادي، ده مش عادي. والنبي ما تتفاجئش قوي ان النهارده ساديو ماني حط واحده والشناوي ما اترماش تراي وما راحش عليها، لان ده حصل في البطوله قبل كده وحصل اكتر من موقف من غلطه، فانت مستني ده وبتقول ربنا يستر. ومن اول يوم بنقول عشان تكسب بطوله افريقيه على الحجم ده، حجم دولي، لازم الحارس بتاعك يبقى بيقدم مستوى اكسبشنال. انت ما كسبتش ال3 بطولات غير لما كان عصام الحضري بمستوى خارق للطبيعه.
كان بيلعب ضد فبيعمل مستوى خارق، فربنا بيسهل لك بقى. كنت بتقف في وقفات مزنوق زي كده. يعني الناس بس ما تفتكرش ان احنا كنا بنخش الجيل الجديد 2006 و8 و10 دي تك 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 مع المنتخبات. في ماتشات كتير عدت عليك بتفرفص ورا ومكشكش جدا، والحضر يشيل وتصد، بس بتطلع بواحده عارف تعمل ايه. بتطلع بواحده بضغط برجوله، بتطلع بشوطه بتفاجئ المنتخب اللي قدامك. حتى والله العظيم ماتش كوت ديفوار الاربعه انت كنت نازل الخصم الاضعف وبتاع، ولكن فتحت منك، استغليت بقى الرهبه بتاعتك، واستغليت انك بتحاول وبتروح، وبرغم الموقف الحرج اللي كنت فيه تألقت. ولكن احنا النهارده لا شيء. انت اتفاجئت، انت قاعد بتبص لي اصلك يا مستر زين بعد اذنك. يعني انت متفاجئ بس باللي حصل ده ولا لا؟ استنى كده المايك ايه يجمع معانا. انت كده مجمع لقطه. طيب انت في اسوأ حالاتك لو كنت كملت كده مش كنت ممكن تروح ضربات جزاء؟ انت قصدك انك راضي بقى مع السلامه؟ ما بص دي الاراء بقى. يعني انت النهارده في الاوف بتاعك هو كابتن حسام عمل الشرعي، لعب زي ما لعب في ماتش الكوت ديفوار، عشان زي ما بنقول كده طول ما هي ماشيه ما تلعبش في حاجه، صح كده؟ تمام. نزل اللعيبه على كانت، فكره انا ما اعترضتش على تشكيل، انا ما اعترضتش على حاجه، لعب بالطريقه الصح، ولكن ومش بلومه بقى في دي. انت ما كانش عندك بس طريقه للطلوع بالكوره، ما كانش عندك كمان تغييرات سريعه تنقذ بيها الموقف. انت شايف ان الموقف انا واقف مزنوق، فهل انت كنت واثق ان انت تكمل ل 120 وعمال اقول لك مش توصل ل 120 وحصل؟ كارلوس كيروش عمل كده في 21 وصل ضربات جزاء، وكان ده هدفه، ده كان تارجته. لو احنا كلنا فاكرين انت كان في وقتها كان تارجتك ان انت تساير الماتش لابعد نقطه ممكنه. عملت كده مرتين مع كارلوس كيروش، كاس وتصفيات كاس عالم. تعال نقول ان كابتن حسام كان هدفه النهارده كده، نفترض حسن النيه ماشي. ايه التريب اللي حصل في النص؟ ان الشوطه الوحيده اللي عدت من الديفنس دخل الجون. انت في كل الشوط في الرياكشن الناس هتشوف كل شويه نقعد نقول ايه، ارمي نفسك قدام الكوره، الرجاله تترمي قدام الكوره فتصد الكوره تعلى بتاع، صح؟ تروح له في ايده فيمسكها، لكن الكوره اللي عدت دخل الجون، صح كده؟ مش ممكن. يبقى هنا المشكله فين؟ هو انا النهارده تقدر تلوم حسام حسن لو قرر ان هو عايز اوصل ضربات جزاء؟ ماشي يا معلم، عايز اوصل ضربات جزاء، بس في الاخر تاني غلط، اتاخر في التغييرات جدا، اتاخر في التغييرات. يعني الموضوع ده استفزازي، لانك فين مصطفى محمد؟ موافق. فين يا زايد مصطفى محمد طول البطوله؟ ما هو طبيعي برضه لما ينزل في اخر 10 دقايق تديله 10 دقايق ولا بتاع، مش هيجمع حاجه، مش عارف يجمع لعب، ولا عارف خلاص، ولا اللعيبه ارياه، ولا اللعيبه عارفه تحركاته ازاي في ما هي احنا مش بلاي ستيشن، مش هتنزل الواد ده في اخر 10 دقايق فيقوم حاطط الهيد على طول ويعمل لك. مش كده الدنيا، مش كده. ماشي، اتاخر، ادار المباراه غلط، بس الماتش اللي فات اداره صح وقلنا تمام وكويس وكل حاجه. دور المجموعات اداره صح، كل الدنيا تمام. وارد ان المدير الفني يغلط وغلط، ماشي، غلط، اتاخر في التغيير، كان ممكن ينزل فلان بدري اعلام، بس في النهايه هو كمدير فني عمره ما هيقول للعيبه صراحه كده ان انا خايف وعايز اوصل ضربات جزاء، بس بيبقى اكيد جوه دماغه طريقه ما اللعيبه بتفهمها كده بينهم وبين بعض، اللي هو انا عايز اوصل ضربات جزاء. بدليل ما تقنعنيش ان احنا كنا النهارده اوف لدرجه ان احنا مش عارفين نباصي. طب ما هو ده طبيعي. لا احنا النهارده ودي مش غلطه برضه حسام حسن، يعني في حاجات انا مش هقدر الوم عليه في فكره الباص الغلط والاستلام الغلط والجري الغلط والاستعجال والكلام ده كله. برضه دي لعيبه دوليه، ما انت برضه هو مش مدرب نادي، مش هيعرف يعلمهم او يشوف اللاعب ويأسسه وبتاع. اللاعب جاي متأسس، صح. اللاعب جاي عنده خلاص فكره ان احنا نلعب دفاعي، فانت مستني ايه من اللاعب فبتقول له يعمل، بس انه ما ينفذش ده غريب جدا. مش ممكن يبقى هو قال لهم يا رجاله سايسوا الماتش، انا مش عايز نستعجل، مش عايز نطلع الكره في الفاضي، عايز الكره تطلع لرجل واحد، لو ما لقيتش واحد تسلمه موت الريتم. وخلي بالك هو انت النهارده تعالى بص، انا كنت بموت، لا هو كان ريتم ميت، ان انا كنت بمستلم الكوره بقوم جاري بيها زي عارف اللي هو لعب المدارس. انا اسف والله بس ده لعب مدارس، اللي هو ايه، نجري ونستعجل جد. ما هم التانيين مستنيين متكين عليك وعارفين بيضغطوا امتى ومقدمين لك المدافع ازاي يضغط على مرموش وصلاح. الدنيا كانت مقفله. ماشي، صلاح النهارده يعني الراجل حاول يقف على كورتين 3 اخره في الماتش، مرموش بيضغط وبتاع، مفيش حد بيترمي له الكور بتسرع جدا، بتعذيب، مفيش حاجه بتوصل. ماشي، هو ده اللي بقول لك عليه. يبقى هو غلط في اداره المباراه، انه كان لازم ينزل مصطفى محمد من بدري عشان يلعب عليه الكوره الطويله زي ما انت قلت في الرياكشن، تمام؟ ما عملش كده. هل جزاؤه ان احنا الكره اللي تعدي تخش جون؟ بص يا مروان، الموضوع قولا واحدا، محمد الشناوي اعظم فتره ليه مع منتخب مصر هو كاس العالم 2018.
وما بعدها على فكره ادى بعدها سنتين في الاهلي بس. تعالى اقول لك انه مع الاهلي بعدها مضيع 2 دوري ورا بعض. مع الاهلي مضيع اضرب يا بدري بتاعت 2018 اللي انت عملت عنها حلقه وقلبك اتنتع فيها. لا محمد الشناوي ليه سلسله من الكوارث ومحدش وقف له، زي ما انت قلت. هو ما لقاش اللي يقول له ريح عشان الجو مريح، فاهم؟ لما مره ريح عشان مصطفى شوبير عشان كان مصاب، بس عملوا ايه؟ افريقيا بيه لما جه راحوا ملاعبينه في المغرب. طب يا جماعه ما هو مصطفى شوبير لعب البطوله كلها، انتوا جايين في ماتش المغرب تلعبوا محمد الشناوي عشان هو رجع تاني. ففي النهايه كده اللي هو زي ما بنقول من امن العقاب. انا مش ضد حرام. انت واحد عارف انه مش هيتاخد ضده قرار يا جماعه يعني وبنشكر يا جماعه في الايام اللي فيها شكر جدا، بنتكلم على المنتخب كويس. وفي الاخر هرجع واقول لك عشان بس السؤال بس ما يروحش لبعيد، هل حسام حسن ما يكملش؟ انا مع مدرسه التارجت اللي اتحقق، كاس عالم وصلنا، افريقيا وتاهلنا طبعا ورحنا سيمي فاينل. وانا اعتقد ان التارجت بتاعه ما كانش فوز بالبطوله، يبقى حرام، حرام، لان اي حاجه ممكن تحصل. الجزائر كانت مقدمه بطوله نار وهو غلط، نيجيريا قابلتها خرجتها من دور الثمانيه دست عليها. انا اسف يعني انا اسف ودي كوره وفي يعني الاخر. لكن المنتخب ما تقدرش تحكم عليه تقول انه فشل، قدم كره محترمه، ومنتخب لو كمل ممكن يعمل مفاجاه في كاس العالم. زي كده كابتن حسام اديله فرصته، خليه يشتغل. انبسطت جدا ان ابتدى الماتشات الوديه يتم تحضيرها. عندنا ماتش مع السعوديه، لا البرازيل غالبا هنلعب البرازيل او اسبانيا. خلاص استقروا على اسبانيا في قطر. اللعيبه فده كويس انك تلعب مدرسه زي منتخب اسبانيا، ده منتخب تقيل قوي. نبتدي نشتغل على اخطائنا، نبتدي نشوف، نجيب محلل يشوف الفتره اللي فاتت دي ايه اللي احنا قدمناه. وعلى فكره مش عيب، ممكن نكون مدرسه دفاعيه لو هنفضل نلعب كده، بس نطور المدرسه دي. اللي حصل النهارده ده ما يقدمش ولا يودي. وعلى فكره عدت ماتشات كتير بالستر وما كناش بنتكلم في التفاصيل دي عشان هي ماشيه وخلاص. انت مع المنتخب ووراه وانا معاك. ماتش بنين عدت، ماتش جنوب افريقيا في المجموعات، جنوب افريقيا انجولا. ماتش جنوب افريقيا ده بالنسبه لي يمكن من افضل ماتشات. انجولا انت قدمت ماتش سيء، بس قلنا التبديلات. اول ماتش الماتش كان صعب جدا وكسبت في اخر لحظه. فهي عدت معانا، محتاجين نقف وقفه ونلعب على نقاط قوتنا اللي شفناها. عندنا اساسيات، ابتدينا نلعب، ابتدينا نجمع، وده كانش موجود قبل البطوله يا جماعه. وما كانش فكره ان انت الاستقرار على شكل منتخب مصر والطريقه اللي بتلعب بيها. تهيألي لقينا شكل وطريقه محتاجين نطورها، محتاجين نصبر على الراجل، ما نضغطوش. الراجل حقق عشان حق ربنا يا جماعه، حقق حاجات كتير حصل. والراجل ما ينفعش في ماتش زي كده نلوم اللي قبله خسر ضد السنغال واللي قبله خسر ضد السنغال واجيال مختلفه خسر ضد السنغال. منتخب قوي جدا عليك، منتخب لعيبته مختلفه. وصلاح لما كان بيطلع من رايي بيتكلم على عدم وجود محترفين، ده بيفرق مش تقليلا، بيفرق النهارده. فارق الجري وفارق المستوى يا معلم. ناس بتلعب في مستويات تانية خالص، ناس بتلعب في ليفل متمرسين فيه والاجواء مساعده وانت بعيد. انت عندك يعني انا اسف والله حاجات بديهيات مش موجوده النهارده. يعني مش عارف انت لسه هتكمل ولا بس لك اخر حاجه قبل ما اخرج. هو اللي انت قلته ده بالظبط هو اللي كارلوس كيروش قاله لما مشي. قال لك 95% من اللعيبه بيفتقدوا اساسيات الكوره. يا زمان قاعد بيضحك طبعا. يعني هسيبك بقى انت عشان ايه تكمل. تعالى يا عم حازم، شكلك متضايق. تعالى بس. مالك يا حزوه؟ مالك يا عم حزوه؟ لا ده احنا محتاجينك، داخلين على قصه حله وبتاع. دخلنا احنا في الحله يا عم حازم. الحمد لله والله. ايه رايك؟ خش بس في الكاميرا عشان انت مش في الفريم. انا كده في الفريم. هاخد معاك اخر دقيقتين في الفيديو كده، اخد رايك في اللي حصل. انا اللي حصل، انا مش قادر الوم حسام حسن. بس في نفس الوقت احنا عندنا مشاكل كتير زي ما انت قلت لازم نحلها عشان الفتره اللي جايه. حسام حسن برضو ما ينفعش نلومه على اللي هو عمله الفتره اللي فاتت دي كلها، لان هو انت عارف ان ده اول ماتش حسام حسن يخسره، اول ماتش رسمي حسام حسن يخسره من ساعه ما جه. يا جماعه فعيب الناس اللي هتقول حسام حسن يمشي وبتاع. عيب الراجل ما عملش حاجه يدفع عليها الثمن للدرجه دي. لا يستحق الفرصه وخلاص. انت بنيت معاه وإتس تو ليت انك تبني دلوقتي على كاس العالم. اشتغل على الراجل ده واشتغل على المنظومه اللي عملها، وعنده ميزات وعنده سلبيات زي اي مدرب. وهو لعب على قد الامكانيات اللي معاه. يعني هو ما كانش عنده امكانيات اكتر من كده يقدر يقدمها. الامكانيات اللي معاه هي مش قادره تساعده، وهي مش هتجاري الليفل. احنا بنتكلم في 11 لعيب، يعني الاثنين اللي مش كويسين في السنغال، واحد بيلعب في الهلال وواحد بيلعب في الاهلي السعودي. يعني دول اقل اثنين. بنتكلم على مندي وكوليبالي اللي هم اصلا قبل كده كانوا في تشيلسي وواخدين تشامبيونز ليج مع تشيلسي.
انت بقيت الفرقه كلها نص الملعب بيلعب في ايفرتون وساندرلاند وفيا ريال، وماني بيلعب في النصر. دول يعني الفرقه كلها كانت بتلعب توب ليفل، واللعيبه منهم كتير واخده تشامبيونز ليج وكانت بتلعب في اعلى مستوى في الكوره. فهو حسام حسن عندنا هو ما عندوش الامكانيات اللي تعرف تجاري الناس دي، فهو ممكن يكون طريقه لعبه هو دي اللي هو شايف ان هي دي اللي نافعه، هي دي اللي هتنفع. بس كوت ديفوار ربنا كرمك وعرفت تعدي منها، وانت كنت احسن منها بكتير. بس النهارده انت ما في يعني خلاص، انت في الاول حسيت ان الاسلوب اللعب ده مش نافع، ما حاولتش تغير، اتاخرت هو اتاخر النهارده أوي. اتاخرت اتاخر مش أوي. عارف كان في حاله جبن وعدم ثقه غير عاديه في نفسك يعني. هو زايد زي ما زايد قال لك هو لقاها ماشيه فقال لك خلاص. لا اللعيبه النهارده كانت خايفه، اللعيبه النهارده وده مضايقني. عارف لعيبه كوت ديفوار كانت خايفه منك انت النهارده، انت خايف من انت خايف السنغال. لعيبه السنغال انت لان هم عندك بالنسبه نفس لهم العقدة. عقده. انت نفسك عندك نفس العقده ما انتهتش، العقده عندك وباينه جدا النهارده والله العظيم يا جماعه في وش اللعيبه، باينه جدا النهارده ان انت متوتر منهم وخايف منهم وخايف تاخد اي خطوه لا تتضرب وتتعاقب وتتقرس على طول قصادها، فدي كانت محسوسه. انا عايز اقول لك ان برضو الماتش النهارده في 7 لعيبه من اللي كانوا 11 بادئين النهارده كانوا هم لعبوا قدام السنغال لما كسبونا ضربات جزاء وخدوا راحوا كاس العالم. فهو اللعيبه من جواها تحس ان هي حاسه ان هو، وبرضو ماني برضو مستفز، ماني في الملعب عمال يعمل كده كل شويه حق الله انا وخلاص. مش مستفز، لا انا اختلف معاك. حق الله الراجل عمل اللي عليه 3 مرات بيلعب المنتخب المصري بيفوز على صلاح. انت تحب صلاح تحب ماني دي قصتك، انت شايف حد احسن على حد دي قصتك. انا شايف ان صلاح احسن، ولكن لو بتكلمني على المواجهات المباشره راجل على الاطار الدولي تفوق على 3 مرات. منتخب مصر وقدام صلاح المقارنات. وعلى فكره انا بتكلم في المقارنه دي لانهم 2 من افضل من اتى في القاره الافريقيه والايرا دي بتاعت انا اسف صلاح وماني. ماني. فالمواجهه دي للاسف ماني بيعلم فيها بالثلاثيه للاسف، وما كانش نفسي تخلص كده ومضايقني جدا. يعني حبي في صلاح ان للاسف خلاص انت كل دي مره خلصت. صلاح بيقلل جدا حظوظه بالفوز. لو كنا عايزين نلعب على نقطه صلاح وان احنا عندنا لاعب بحجم صلاح، كل مره كنت بتشوف صلاح بيقل المستوى، كل مره كنت بتشوف صلاح حتى النهارده يمكن من اقل نسخه هو بيلعب بخبرته اكتر، بيلعب بالذكاء اللي عنده كلاعب دولي. النسخه اللي جايه بالحجم ده. صلاح هيبقى 35 سنه. النسخه اللي جايه هيبقى خلاص بيلعب اخره 60 دقيقه، لو كان مشارك اصلا ومعاك في البطوله ما الله اعلم هيكون قادر ولا لا، يكون انت عندك حد قادر تطلعه يلعب في المكان ده افضل من صلاح الله اعلم. فنهايه للاسف للجيل ده كان نفسي اشوفهم بيكسبوا حاجه، كان نفسي اشوفهم بقياده صلاح بالذات. يعني مرموش لسه عنده فرصه يا ابني، لسه عندنا فرصه ان احنا نعمل حاجه بالجيل ده في كاس العالم. يمكن تكون فرصه صلاح الاخيره ان احنا نقدم مستوى بس حتى كويس، مش بنطمح في شيء زي ما احنا ما كناش طامحين ان احنا نكسب البطوله لان عارفين كانت ظروف صعبه جدا. منتخبات افريقيه بقت عاليه قوي قوي يعني. وعايز اقول لك على حاجه تاني، لان انت ما طلعتش بفضيحه. يعني انت كنت ممكن تطلع بفضيحه قصاد اي منتخب لان المستويات عاليه، وعارف ان انا مش عايز اتعشم واوصل نهائي لانه كنت هتجنن وهقوم واخد الطياره وتروح ورايح المغرب وحاضر الفاينل واخسر واتنكد واتشتم من الناس وتقول لي ما انت كنت قاعد. وليه ما هي خلصت بشياكه 1-0 في اللطيف منه. وشكرا كابتن حسام، شكرا لعيبه منتخب مصر. عايز تقول حاجه اخيره؟ لا شكرا، اتفضل انت اختم. حبيبي يا عم حزوم، اشوفك نورتني جوه بقى ان شاء الله. نورتني. هات المايك انت تضرب عليه. لا قناه حله فيها مايكات تانية لسه عشان توصل المايكات دي عايز بتاع 300,000 مشترك بس. ماشي يا عم عازم، اقعد اقفل. ده وش يا جماعه حصل خير. فضفضنا شويه بالكلام. عايز اعرف رايكم، شايفين ايه؟ عايز اسمع ارائك، مش مشكله حتى لو كنت مختلف معايا. عايز اسمع انت مع حسام حسن ان هو يكمل، انت مع يعني الايرا دي انها تكمل وتشوف ان شاء الله ايه اللي هيتقدم، ولا رايك انه لا احنا محتاجين مدرب افضل، محتاجين حد تاني؟ احب اسمع رايكم في الكومنتات واشوف شايفين الماتش بزاويه عامله ازاي. بشكركم جدا على وجودكم معانا يا جماعه في البطوله. قدمنا
حاجات اول مره نركز في البطوله الافريقيه بالشكل ده. حاولنا نعمل تغطيه محترمه تليق بيكم، سواء بقى في المغرب بالفلوجات او لما رجعنا بالحلقات. اتاخرنا شويه في حلقات رزع الجمهور، حصل لخبطه وسافرت، وانتوا لو متابعيني يعني على الانستجرام هتبقوا عارفين ان انا كنت في دبي، قدمت لكم حلقه من هناك ورياكشن، حتى حاولت اطلع مع النصوحي عشان ما نفوتش يعني تواجد حتى في الرياكشن على الماتشات. وكان نفسي نكمل الحقيقه مع منتخب مصر للنهائي. كان نفسي نشوف المباراة النهائية بتتويج التامنة، بس قدر الله ما شاء فعل. وشكرا كابتن حسام، وشكرا للعيبة اللي استرجلت، وشكرا للعيبة اللي قدمت حاجات كويسة. ونشوفكم في البطولة القادمة، وكفاية منتخب مصر وكفاية أفريقيا. مش عارف بقى، إن شاء الله لو المغرب صعدت للنهائي أكيد هنتكلم. لو بصراحة السنغال ضد نيجيريا فمش هيبقى ليا نفس بصراحة أتكلم، ولا هيبقى ليا خلق إن أنا أطلع على أتفرج أكيد، بس مش لدرجة يعني أديهم الاهتمام. ومش عنصرية والله، ولكن يعني هبقى فقدت الشغف تماما في هذه البطولة. أشوفكم على خير، وكفاية رزع قوي لحد كده.